يلا بينا نعمل صبغة العيد، الصبغة الأحمر النبيتي بجد بجد. صبغة في منتهى الجمال، صبغة هتثبت في شعرك من أول مرة، بجد الصبغة دي روعة. هنصبغ شعرنا اللون الأحمر النبيتي، وكمان هنعمل له فرد وترتيب. بجد بجد اتنين في واحد، حاجة كده في منتهى الجمال. يلا بينا نصلي على رسول الله ونخش نتفرج على الفيديو ونعمله زي ماما نونا ما هتقولك بالظبط. اوعي تروحي الكوافيرات وتعملي شعرك بالكيماويات وبالاكسجين وبالصبغات اللي هي بتهلك الشعريه بعد كده. لا، احنا هنعالج الشعر وهنصبغ الشعر فوق الاتنين في وقت واحد، وهيديك اللون الجميل الاحمر النبيتي ده. بجد بجد حاجه كده في منتهى الجمال. يلا بينا نصلي على رسول الله ونخش نتفرج على الفيديو. وقبل ما نتفرج على الفيديو نعمل اللايك والاشتراك ونفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هنعمل ايه يا ماما نونا؟ هنحط كده معلقه كبيره بذر الكتان. ايوه، بذر الكتان هيصبغ شعري؟ لا، مش هيصبغ شعري، بس هيفرد لك شعرك. هنحط ايه تاني؟ هنحط بقى كده معلقتين كبار كركديه. كركديه هيخلي لك شعرك ده بجد في حتة تانية، هيخلي لك شعرك ده في منتهى الجمال. هو ده اللي هيدينا اللون الأحمر النبيتي. وهنحط كوباية مية. يبقى حطينا كده معلقة كبيرة بذور الكتان ومعلقتين كبار كركديه. وهنحط كوباية مية، ويلا بينا نحطهم على النار. وهنتنينا بقى نخلي كوباية المية دي نص كوباية بس، علشان أنا عايزاها تبقى تقيلة كده. لأن بذور الكتان هتنزل الجيلاتينة بتاعتها، والكركديه هينزل لنا اللون الأحمر الجميل. بجد بجد حاجة كده في منتهى الجمال. ولا تروحي الكوافير ولا تدفعي فلوس قد كده، مع ماما نونا هتوفري وهتدبري. بصوا اللون الجميل الحلو ده. بجد بجد الصبغة طالعة في منتهى الجمال. تاني كده يغلي كده على نار هادية لحد ما كوباية المية دي تبقى نص كوباية، وتصفيه وهو على طول سخن، علشان الجيلاتينة ما تعملش معاكي بتاعت بذور الكتان، ما تجمدش وتجمد السائل بتاعنا اللي احنا عاملينه. شايفة الجمال والحلاوة؟ شايفة اللون عامل ازاي؟ هتصبغي شعرك بقى صبغة في منتهى الجمال. هتغطي شيب الشعر، هتملالك الفراغات، هتنعملك الشعر، علشان بذور الكتان فيها مادة جيلاتينية. بجد بجد الصبغة بتاعتنا النباتي دي صبغة رهيبة. مع ماما نونا هتشوفي كل جديد. ما تنسيش تحطي اللايك، وما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. انا بصوا انا خليتها قد ايه، حوالي نص كوباية مية بس. يعني الكوباية هتبقى نص كوباية مية. هتشوفوا اللون تقل ازاي. بصوا مسك في المعلقة ازاي، بقى عامل كده فيها مادة جيلاتينية خطيرة. انا همسكه بقى كده احطها في قلب حاجة بالمصفى وهصفيها. طفيت عليها النار. بصوا انا صفيتها ازاي. بصوا بقى بقت عاملة ازاي. لو كنت سبتيها لما بردت كانت هتمسك في قلب بعضها. هنحط مكون تاني هيخلي لنا شعرنا برضو في منتهى الجمال. هنحط ايه تاني يا ماما نونا؟ هقولك هنعمل ايه يا ست البنات. هنحط بقى حبة كده اهو، حبة دم الغزال. هنحط كده حوالي ربع معلقة دم الغزال، ربع معلقة صغيرة دم الغزال. وهنقلب بقى كده كويس. لازم نقلبها كده خالص علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. صبغة هتخلي لك اللون في منتهى الجمال، هتخلي لك لون شعرك حلو جدا. لو كان شعرك اسود، عشان تبقى متفقين، لو كان شعرك اسود مش هتمسك فيه. لازم تفتحي شعرك من اللون الاسود الاول. انما لو كان هو الكستنائي ماشي هيمسك فيه. هنحط كده معلقتين خل لتثبيت اللون. لونه كستنائي هيمسك فيه، لونه بني فاتح هيمسك فيه. اللون الاسود يا جماعة من الالوان العنيدة اللي ما بتقبلش اي صبغات، وبالذات الصبغات الطبيعية. اللون الاسود عنيد وما بيقبلش اي صبغات. قلبت بقى كده كويس.
طول ما هو شعرك فاتح هياخد أي لون، إنما اللون الأسود لازم تسحبيه الأول علشان خاطر يقبل أي لون. قلب بقى كده كويس كده، أنا حطيت معلقتين الخل. هنحط إيه تاني؟ هنحط بقى حاجة كده هتخلي شعرك برضو في منتهى الجمال. أنا بجيب كيس الحنة بس علشان كده هو هاخد منه معلقة. عايزة تحبي حنة، الحنة دي على فكرة اللي أنا جايباها دي حنة أسواني، يعني ناس حبايبي مديني الكيس ده، ناعمة جدا جدا جدا. أنا في حاجات ما بحبش أحط فيها الحنة، لأن الحنة ساعات بتاعة العطار بتبقى خشنة، وما بتيجي تغسليها بتبقى مكتلة في شعرك. فساعات بحط بقى بتاع دوت اللهم ذكرني، نشا. النشا بيبقى حلو أوي برضو، لو ما عندكيش حنة حطي نشا. النشا جميل ترطيب وتلميع وتنعيم، بجد بجد بيخلي لك شعرك ناعم وبيلمع. النشا وبيفرد لك شعرك. ما عندكيش حنة حطي نشا. لو الحنة اللي عندك ناعمة خالص كده أو تلاقيها الخشنة دي، الخشنة دي أنا ما بحبهاش بصراحة. بصوا اللون عامل ازاي، اللون جميل جدا. ومش هتسيبيها تخمر، ده هي ليه؟ علشان فيها مادة جيلاتينية، لا هتبص تلاقيها جمدت على شعرك. لو سبتيها يعني تخمر هتبقى ماسكة كده وهتبقى عاملة يعني زي الكاوتش كده. انت تعملي ايه بعد ما تخلصيها؟ على طول حطيها على شعرك وتسيبيها 4 ساعات على شعرك عشان اللون يمسك ويبقى حلو. اهم حاجة التقليب. انا عايزاها تبقى زي الكريمة كده، يعني لا سايلة قوي علشان ما تضايقكيش، وما تبقاش تخينة او برضه. انا حطيت كده معلقتين حنة، هشوف كده هي عايزة تاني ولا لأ. هحط كمان نص معلقة. انا مش عايزاها تسيل من على شعري، ومش عايزاها تضايقني، لا انا عايزاها زي الكريم بالظبط. هقلب بقى كده كويس، وبعدين تغسلي شعرك من اي زيوت، ما تحطيش عليها زيت. على فكرة يا جماعة، أي صبغة ما تضيفيش عليها زيت، الزيت ده اعملي بيه حمام زيت بعد ما تخلصي الحنة بتاعتك. يعني احنا بنغسل شعرنا وتبقى شعرنا ناشف كده مرطب شوية كده، يعني مش ناشف أوي ومش مبلول قوي. وتمسكيه بقى من أطراف، من أول الجذور من جوه كده اهو لحد الأطراف. انما ما تحطيش زيت. احنا بنغسل شعرنا ليه؟ علشان لما يبقى فيه زيوت او كريمات او اي حاجه ما يبقاش عامل، ما الحنه ما تعملش عازل ما بينها وما بين الشعرايه. احنا عايزين الشعرايه مغسوله وناشفه. يعني انا بص مطرح كده ما عملت ايدي بس كده، يعني جت حته صغننه على ايدي حمرت ايدي. هو ده القوام اللي انا عايزاه. تمسكي شعرك بقى تكوني غسلاه ومنضفاه كده ومنشفاه كده جامد جامد، وتروحي بقى ماسكه بقى الحنه دي والصبغه دي، تروحي حطاها على شعرك. هتسيبيها بقى من 3 4، يعني اقل حاجه 4 ساعات. ما تنسوش تحطوا اللايك، وما تنسوش تشتركوا في القناه.